لكم قصة صغيرة عن بلد تاريخها عظيم، فيها إخوان وسلفيين بيقولوا إحنا الدين ومن الحاكم مظلومين، وقالوا إنهم مساكين عاوزين فرصة يحكموا بكلمة ربنا والشرع الدين ويجيبوا حق المظلومين. 80 سنة فيها عايشين، ما قدروش يزيحوا الهم والغم والظلم عن الغلابة المصريين. وفي يوم طلع شباب مصر أحفاد الفراعين اللي بنوا الهرم، قالوا للظلم لا وكفاية، فقر وذل وجوع. انطفت عيون بعضهم والدم روى أرضهم، وقالوا قاعدين مش ماشيين، يا نجيب حقنا يا نموت هنا. وصوتهم زلزل عرش الظالمين، وفي ثانية نط الإخوان والسلفيين بتوع الشرع والدين، أخذوا الكراسي وضحكوا على المساكين الغلابة اللي عاوزين عدل الدين، ونسوا إن السلفيين حرموا الخروج على الظالمين. والإخوان في الأول قالوا إحنا مش نازلين، ونزلوا بعد ما هرب الرصاص قدام صوت الملايين. ورجعوا تاني بتوع التحرير يقولوا إن اللي موجودين قدام الداخلية والتحرير بلطجية ومأجورين. قالوا دستور بعدها يحمي الغلابة، قلنا أيوة عاوزين. لموا الحبايب والصحابة وألفوا دستور ما يجيبش حق غير إخوان وسلفيين، يضحكوا بيه على المساكين، يضحكوا بيه على المساكين. يا مصري شوف دستورك قبل ما تقول آه أو لا. عندك يا سيدي المادة بتقول علاج للي مش قادرين. طب مين اللي هيحدد؟ ولا هتبقى زي العيش بالطوابير ولا على الطرابيط؟ يعني يا مصري لما تعيا لازم تجيب شهادة انك فقير، وما تنساش عليها ختم النسر و2 موظفين. ونسوا ان الصحة حق للشعب على الدولة زي الهواء والمية. اما بقى المادة 202 يعين الرئيس رؤساء أجهزة رقابية وهيئات، وآخر الشهر يمدوا الإيد لرئيسهم ويقولوا هات مكافآت وافتح الباب للفساد. طب قول لي يا سيدي، لما تجيب اللي على هواك وطبعا صوته معاك، يبقى مين اللي هيقول لك وقف؟ ضيعت مال عام، طغيت على الشعب الغلبان. أما بقى المادة 70 لكل طفل الحق في اسم يناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية. وحظروا عمالة الطفل، قلنا كلام زين، لكن في الوسط قالوا إلا عمل يناسب الطفل المسكين. مين اللي هيحدد اللي يناسب واللي ما يناسبش؟ مين؟ تقدروا تقولوا لنا يا بتوع الدين؟ يعني هيشتغل طفل بالقانون يتذل وينضرب ويتهان وينطفي فيه نور الطفولة، نور البراءة. يا سلام على الدساتير، يا سلام على الدستور الزين. طبعا ما هو اللي كتبه مين؟ أم أيمن سابت الملوخية والعجين وراحت تكتب دساتير. أما بقى المادة 62 تقول العمل حق شرف لكل مواطن من المصريين، وحرمت العمل على أي حد جبر من البني آدمين. الله عليك يا اللي كتبت الزين. بس نقف هنا ونقول ليه زودوا بمقتضى قانون؟ يعني ممكن يجي يوم ويحكمنا مجنون ونشتغل بالسخرة عند اللي حاكمين. وأدينا شايفين إخوان وسلفيين ضربوا إخواتنا في الميدان
لما سألوا الجبان عملتي ايه في اللي فات من الايام. والاتحادية كمان الدم فيها سال على ايد ميليشيا الاخوان. يا مصر قوم من غفلتك، اصحى وقول كلمتك، انزل ودافع عن ثورتك. قول للجبان لا، احنا معانا الحق. انزل وقول لا، انزل